عزيزي المشاهد، الفيديو ده هو اللي هيختارك، صدقني مش انت اللي هتختاره. الناس اللي عندها تعطيلات، عندها اسحار، حياتها كلها واقفه ملخبطه منيله في 60 نيله، ان شاء الله هتلاقي الحل بتاعك. جايبه لك خلاصه في الفيديو ده باذن الله هيفيدك. من مين؟ من الشيخ فهد القرني، وتجارب كتير من بعض الاخوات المغاربه، بعض الاخوات السعوديات وبلدان اخرى. مش لازم تعرفوا، مش قصتنا على فكره، بلاش رخامه. انا هقول لك تبتدي بايه وندخل في الموضوع على طول. بص بقى، صدقوني والله العظيم انا جايبه لكم الخلاصه. هتقولوا لي عملت معاكي ايه؟ انا مش هقول لك عملت معايا ايه، انا هسيبك انت لما تجرب تعرف هي عملت معايا ايه. ولما هتعمل معاك غير لما هتعمل مع غيرك، غير لما ممكن ما تعملش مع غيرك. ليه؟ تختلف في حاجه واحده بس، اليقين. لو عندك يقين بالله ان ربنا سمعك وهيكون معاك، وان الفيديو ده جاي اشاره ليك فعلا وقصدك، هتسمعوا للاخر بكل اهتمام. الفيديو انا هقسمه ل3 اجزاء عشان الناس ما تملش. الفيديو حوالي 10 او 12 دقيقه ويزيد، ولكن اقسم بالله ده خلاصه ساعات من الفيديوهات انا سمعتها ووصلت لها، وجبت لك الخلاصه وتجارب الناس وتجربه العبد لله عن تجربه شخصيه زي ما انتم متعودين. ندخل بقى في الموضوع. انا عايزه اقول لكم قبل ما ندخل في الموضوع، واسفه ان انا رغيت، انا تعطلت كتير قوي عشان اصور الفيديو ده. حصل لي مشاكل كتير جدا عشان يعطلوني، انتوا عارفين طبعا الوحشين البعدة، عشان ما طلعش الفيديو ده وافيد بيه الناس. ولكن ربك على ما يشاء قدير، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. بصوا بقى وركزوا قوي في الكلام اللي انا بقوله ده. الفيديو هيتقسم ل3 حاجات عشان ما نتوهش من بعض. دعاء التحريج. ايه هو دعاء التحريج؟ ان انت زي كده قبل ما بتدخل الحمام بتقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث. قبل ما بتدلق ميه مثلا في مكان سخنه تقول بسم الله الرحمن الرحيم، عشان خاطر ما تاذيهمش ولا يأذوك. اشتت ولا تأذونا ولا نأذيكم. فده نفس الحكايه، دعاء التحريج. انت بتحذرهم في الاول وبتقول لهم يا جماعة بعد إذنكم بما يرضي الله كده اخرجوا بالمعروف، ما خرجتوش هنولع فيكم. دعاء التحريج رقم 1. رقم 2، هنسكت لمدة ساعة، وفي خلال الساعة دي هنستغفر ربنا ونسبح ربنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هتعيدها كتير، هتسبح ربنا كتير، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. النفس العميق الحلو الجميل اللي من نغشيش القلب ده، بس هتاخده من بطنك. ازاي هتاخده من بطنك؟ ده على فكره طريقه التنفس الصحيحه. كل الحاجات دي افاده في الفيديو، خد بالك. هتتنفس وانت بتتنفس هتلاقي بطنك بتطلع لقدام كده، هو التنفس الصح ده. انما دي اللي بتتحرك لا، ده التنفس غلط. من هنا اهو هتلاقي بقى عندك كرش كده، وانت بتطلعه هتطلعه ببطء بس، وقبل ما تطلعه اكتمه شويه. طلعوش مره واحده، مره وانت بتطلعه تقول ايه؟ الله. تستشعر كلمه الله، اي اسم من اسماء الله الحسنى قوله، مفيش مشكله. الله. اتفقنا؟ ده تاني حاجه. بعد كده هتعمل ايه؟ هتحصن نفسك بالدعاء اللي احنا هنقوله مع بعض. حصنتوا نفسي بكذا كذا 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 كذا. يبقى احنا قلنا دعاء التحريج الاول، بنحرج عليهم. تاني حاجه اتنفسنا وقعدنا ساعة كده وخدنا تأمل مع نفسنا كده ما بيننا وبين ربنا، واستغفرنا خلوة مع نفسنا. تالت حاجة حصنا نفسنا، ندخل بقى في آيات القرآنية والسور اللي احنا هنقرأها. دي تالت حاجة، هنقرأ الآيات والسور القرآنية اللي احنا هنقولها. اديني بقول بالترتيب اهو عشان ما نتلخبطش. الحاجات دي هنقرأها على المية، هنغتسل بيها لمدة 7 أيام أو 21 يوم أو أي أرقام فردية لحد ما نحس إن احنا اتحسنا، بس مش في الحمام، بره الحمام عشان يبرق عليها قرآن. وآخر حاجة اللسوعة على مين بقى؟ هنظبط السحرة والحاسدين والحاقدين والملاعين اللي أذونا بكم دعاء كده حلوين هيشوشوهم. في ملحوظة بقى مهمة، وانت بترقي نفسك بتقول دخلت على نفسي، تقرأ على زوجك، على ابنك دخلت على زوج، دخلت على ابني، وهكذا. اتفقنا؟ احنا دلوقتي بنقرأ لنفسنا وبنحصن نفسنا. دعاء التحريج ايه بقى اللي هنقوله؟ بسم الله الرحمن الرحيم اولا واخيرا، طبعا هنسمي الله في كل حاجة. بسم الله الفتاح، بسم الله الوهاب، قول اي اسم انت تحبه تحس بيه بروحك. دخلت على جسدي بلا اله الا الله
أناشد كل من سكن جسدي من الشياطين ومن السحر والحسد والعين ترك جسدي طاعة لله ولرسول الله، لا تؤذوني ولا أؤذيكم. الله يخرب بيوتكم. وبعدها هتقعد ساعة ساكت صامت بتستنشق زي ما قلنا في أول الفيديو، شهيق وزفير، مش قادرة أكمل. شهيق وزفير، وإحنا بنسبح ربنا وبنذكر ربنا وبنتكلمش مع حد. اتفقنا؟ شوفوا الجزء الثاني هنعمل إيه. دعاء التحصين، ده الجزء الثاني. حصنت نفسي بلا إله إلا الله، وتحصنت برب الفلق من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة. تخيل، أهم حاجة قلنا إيه؟ التخيل. وانت بتتخيل إنك بتستعيذ بالله من العيون الوحشة واللي أذاك واللي سحرك واللي عملك والكلام ده وكده. احنا كده خلاص خلصنا دعاء التحريج، سكتنا، اتنفسنا، سبحنا، قلنا دعاء ايه اللي هيحصلنا قبل ما نبدأ ايه؟ قراية القرآن. ايه بقى اهم صور مهمة جدا اللي لازم تقراها عشان تدمر كل عين، كل سحر، كل اذى، كل حسد، كل تعطيل، تفتح لك الابواب المغلقة بأمر منا الله سبحانه وتعالى. بصوا بقى، كل سورة من دي هتقرأوها 3 مرات، 7 مرات، 11 مرة، اي رقم انت قلبك مرتاح له بتحبه، بس يكون فردي مش زوجي. اتفقنا؟ هتقرأ سورة الفاتحة، آية الكرسي، الزلزلة، الصافات، الدخان، القارعة، الحاقة، والمعوذتين، والإخلاص. على فكرة كل الصور دي ايه ده كتير قوي. لا على فكرة دي صور صغيرة، والله صور صغيرة. ده انتوا لو جمعتوها مش هتيجي 3-4 صفح من سورة البقرة اللي الناس كتير جدا تستصعبها. بس دي كل حاجة وليها الصور بتاعتها والهدف بتاعها. اتفقنا؟ نسيت اقول لك سورة الفيل، عشان الفيل دي بقى بتزلزل اي حد وتدمر اي حد بيأذيك حرفيا. ليها سحر عظيم، دي ليها فيديو لوحده دي ان شاء الله. هتعمل ايه بقى بعد ما تقرأ الصور؟ وانت بتقرأ الصور دي هتجيب ازازة مية او قارورة ماء حسب المسمى عندك في بلدك، وانت حاططها قدامك كده وبتقرأ الصور دي. عايز حتى تقرأها مرة وحسيتها صعب عليك، اقرأها مرة مفيش مشكلة، بس بتمعن وبيقين بقلبك، مش بلسانك تقول ما انا قريت. لا ما ينفعش، مش هتلاقي نتيجة، عشان نكون واضحين مع بعض. اتفقنا؟ اليقين اهم حاجة، وانك فاهم معنى الكلام اللي انت بتقوله. بص بقى المهم اللي جاي ده مهم. هتقرأها على المية، قارورة ماء، او على يعني طبق كبير فيه مية عشان انت هتغتسل بيه. بس تحط ايه بقى على المية؟ شوفوا، عشان انا جايبه لكم من كل بلد شوية كده وتجارب الناس زي ما انا قلت لكم. 7 ورقات من ورق السدر. الناس اللي جربت السدر على فكرة ان شاء الله يعني هتقول لنا في الكومنتات تجربة عشان تخلي الناس تستفاد وتديها يقين اكتر وتساعد غيرها ان هي فعلا له سحر. 7 ورقات من ورق السدر هتحطه في المية، هتقرأ الصور اللي انا قلت لك عليها، وبعد كده تنفس في الماء 3 مرات 3. بعد ما تخلص تقول ايه بقى؟ اللهم افتح لي الابواب المغلقة، اللهم افتح لي الابواب المغلقة. وانت بتقولها تتخيل ان كل باب مغلق قصادك كان في حياتك ان ربنا بيفتحه لك كده ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. لحد كده دلوقتي واضح؟ اظن واضح. اللهم افتح لي الابواب المغلقة باسمك الفتاح الوهاب الرزاق الجامع. ليه بقول الكلام ده؟ الفتاح انه بيفتح لك كل الابواب المغلقة، الجامع ان يجمع بينك وبين حبايبك اللي انت فارقتهم او حصل معاهم ايا كان اي حاجة، او يجمع بينك وبين احلامك وطموحاتك. الوهاب يهبك هبة من عنده، هدية من عنده بدون حول منك ولا قوة، كل الحاجات اللي انت كان نفسك فيها وبتتمناها. عرفت المعنى؟ في آية بقى مهمة في سورة الحشر الشيخ فهد القراني قال عليها، انا مجمعه لك من كل الفيديوهات حرفيا، يعني انت الفيديو ده خلاصة احتفظ بيه مدى حياتك. انا شرح لك حرفيا بالشرح الممل وبختصر على قد ما بقدر. ناس بتعمل عليها فيديوهات بالساعات والله العظيم، انا بجيب لك الخلاصة. الآية بقى من سورة الحشر بتقول ايه؟ وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله
فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم. فأنت تتخيل إن أعدائك ربنا بيقذف في قلوبهم الرعب وإنهم بيخربوا بيوتهم بأيديهم بحق ما هم عملوا معاك. التخيل مهم واليقين مهم. معرفتش مرة هتعرف التانية، حاول 2 و3 و4 لحد ما تعرف. بعد ما تخلص القراية على المية تقول بقى إيه؟ دعاء بقى على الناس اللي أذوك برضو. في آية قرآنية بتقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طب انت هتقولها ازاي؟ هتمسك طوبة صغيرة 7 حصوات صغيرين، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وتحدفها بعزم ما عندك وانت قاعد في الشارع او انت في البيت من البلكونة من اي حاجة، وانت بتتخيل انك بتقذفهم بالحجارة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 7 مرات عشان تدمر كل اللي دمروك وأذوك بالأسحار بالحسد بالعين بكل حاجة. وسورة الفيل 7 مرات 11 مرة 3 مرات، زيد على قد ما تقدر. هتدمرهم، هتنسفهم حرفيا والله العظيم. ومش لازم تشوف بعينيك، بكرة يجيلك الخبر على طبق من ذهب وانت قاعد حاطط رجل على رجل وانت بتعرف اللي ظلموك حصل فيهم ايه. الجزء الثالث من الفيديو نصيحة: ما تنشغلش بأعدائك وتنسى نفسك وعلاجك وتفضل تراقبهم هم حصل لهم ايه، هم عمل. سيبك وارمي ورا ظهرك، ان ربك لبالمرصاد ولا تظلمون فتيلة. خلاص انت تركتها على ربنا وقلت حسبي الله ونعم الوكيل. ارمي بقى وانتبه لحياتك ولنفسك، ازاي تصلح من نفسك وازاي تعالج نفسك. اخر حاجة الدعاء برضو من ضمن الدعاء عليهم، دي بقى الختمة. يعني في الأول قلنا دعاء التحريج وسكتنا وتنفسنا وسبحنا. تاني حاجة حصلنا نفسنا. تالت حاجة قرأنا القرآن اللي فيه نبات السدر على المية اللي هنغتسل بيها لمدة 7 أيام أو 21 يوم أيا كان انت عايز. آخر حاجة إنك تروق بقى على اللي أذاك وتظبطه. إزاي؟ بالآيات اللي أنا بقولها لك دي. هتقرأ بقى وتقول إيه الدعاء ده مهم قوي. اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم باسمك العظيم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، اللهم بقوتك أستجير وبرحمتك أستغيث، اللهم إن كان سحري في البحار فأغرقه، وإن كان فوق الجبال فأسقطه، وإن كان تحت التراب فأحرقه. ايه ده؟ هيقع من على الجبل هو كده هيتفك وهو في البحر هيغرق؟ لا يا حبيبي، ده مش بتاعتك، ده بتاعت ولا يعلم جنود ربك الا هو. ربنا اللي بيسخر جنوده وعارف هيغرقها ازاي وهيفككها ازاي وهيحرقها ازاي. بدليل ان ربنا بيسخر ناس تروح تدور في الاماكن في المقابر او ايا كانت الاماكن وبيطلعوا اصحاب بتاعت ناس وهم يعني قاعدين في بيوتهم ما يعرفوش حاجه. فقادر ربنا بقدرته انه يفك لك عن طريق حد او عن طريق جنوده في السماء اللي انت مش شايفهم او في الارض اللي انت ما تعرفهمش. عرفت؟ هتكمل بقى. اللهم اني اسالك باسمك العظيم ان تفك عني قيود السحر اينما كانت وكيفما كانت، انك على كل شيء قدير، او انك على ما تشاء قدير. هتقول بقى الدعاء ده: اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، بحرقة كده وتقولها بقلبك كده بجد وانت بتدعي ربنا كده كأنه سمعك. مش اللهم رد كيدهم في نحورهم. خليك قوي، خليك قوي. الجن بيخاف من القوي مش من الضعيف. بطل ضعف، بطل لما تجيلك حاجة تعطلك تخاف، عشان دي انت داخل حرب. عارف يعني ايه داخل حرب؟ يعني انت بتحاول تفكهم من عندك فهم بيحاولوا بكل حاجة عندهم ان هم يخلوك تبطل. حارب، خليك محارب قوي، خليك مؤمن قوي. لما هيلاقوك قوي ما بتستسلمش هيبعدوا عنك اصلا وهييأسوا منك. دايما لما تحس باي ضعف او اي حاجة افضل كلمهم، قول لهم والله لن تغلبوني وربي الله، والله لن تقدروا علي وربي الله. كلمهم زي ما بتكلم كده الناس. انا بعمل كده. بعد ما خلصت: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. خلاص
قبل النوم بقى، عشان تشوف رؤية منامية أو تحس لو عايز يعني براحتك، عشان تشوف رد ربنا عليك أو أي علامة إن حاجة بتتفك من عندك أو أي حاجة أيا كانت. هتقرأ آية النور اللي هي في سورة النور، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، وتكمل لآخر الآية. وهتقرأ الآية فكشفنا عنك غطاؤك فبصرك اليوم حديد. هتعيدهم 3 مرات 7 مرات، عدد فردي زي ما انت عايز تقرأ بقى سورة المرسلات كمان قبل ما تنام. أنا لما كنت بقرأها هي وسورة الصفات كنت بشوف حاجات في منامي كتير. عايز تقرأ المرسلات بس وتستكفي بيها، اقرأ. مش عايز تقرأ وتقرأ بس اللي هما الآيتين دول، آية النور والآية فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ماشي، مفيش مشكلة عادي. أنا قلت لك الخلاصة، حافظ عليها واعمل بيها، واحفظ الفيديو ده عندك. والله يشهد ربنا ان انا جايبه لك خلاصه اكتر من 500 فيديو على طبق من دهب. ربنا اراد لك تعمل بيه فحان وقتك، ما اراد لكش فمش وقتك انك تتعالج اصلا دلوقتي. بس احفظ الفيديو عندك، وانا بقول لك احفظه ليه؟ عشان هتحتاجه فيما بعد وقت ما ربنا يأذن لك بالشفاء. وخليك فاكر وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. باذن الله. خليك قوي، ما تستسلمش للتعطيلات اللي بتحصل، ما تخافش من الحاجات اللي هما بيعملوها معاك الجن. خليك شخص قوي معاهم، ودايما طول ما انت قاعد الله. انا كنت قايلها لكم فيديو قبل كده، شوفوا الفيديو ده مهم قوي. اللهم اخفني عن اعين الانس والجن الذين يريدون بي سوءا انا وعبادك الصالحين بحق قولك وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. انا عشان بس ما حدش يقول انت بتقوليها بالخ بالغين، فاخشيناهم، بس مش بقى غ. تمام. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، ويا رب تحفظوا الفيديو ده عندكم وما تضيعوش ولا ثانيه منه. وباذن الله هحاول اجمعه لكم في حاجه كده مكتوبه عشان الناس اللي بتتلخبط، ولكن كنصيحه اخويه اجتهدوا انتوا واعملوها بنفسكم واكتبوها ورايا زي ما انا عملت وكتبت ورا الشيوخ وورا الناس. ليه؟ عشان تساعدك اكتر انك انت تركز وتكون اجتهدت وما خدتش الحاجه كده عالجاهز وانت قاعد كسلان. مش هتعمل حاجه صدقني. طول ما انت بتجتهد وبتسعى وبتعمل لنفسك وتدور هنا وتعمل هنا وما بتقولش قولي لي الخلاصه، قولوا لي مش عارفه ايه وتكسل، انت كده مش هتعمل حاجه. اعتمد على نفسك. اتقالك الموضوع، الشخص اللي قدامك قالولك بشكل ملخبط، عادي، كتر خيره ان هو بيقولك، ولكن انت عليك ترتيبه بطريقتك المعينه وتنفيذه. اتمنى ما كنتش طولت عليك.